السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة تاريخ يروى. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتوصيلها إلى أكثر من 1000 مشترك والضغط على اللايك. أخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال: مجامعة النساء. أخرج أبو بكر ابن خلف المعروف بوكيع في كتاب العزيز من الأخبار عن ابن عباس في قوله تعالى: ونجني من فرعون وعمله. قال: من جماعه. وعن مجاهد في قوله تعالى: الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: الولد. أخرج البخاري عن محمد بن عباد عن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم يثنون صدورهم. قال: يا ابن عباس، ما المقصود بها يثنون صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع امرأته فيستحيي أو يبخل ويستحيي، فنزلت هذه الآية. وفي لفظ: كان أناس يستحيون أي يبخلون فيفضون إلى السماء. وقيل: كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا في ثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم. وفي الختام، أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبخل بالاشتراك في القناة والضغط لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.